لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني نوصت ويك لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامة رب العالمين وهي وادان إيوي آزي استودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بالله برزنا وكل واني كم لسورة الأنفال لخزمت أو آيات بيروزة دابوين كخوای گەورە سبحانه وتعالى دەربارەی غەنیمەکانی غەزوەی بەدر دای بەزاندێ دەفەرمی کاتێک کە پرسیار لێ دەکەن دەربارەی ئەلئەنفال بەڵێ ئەلئەنفال بجێڕنەوە لە لای خوا سبحانه وتعالى لە لای پێغەمبەرەکەی صلى الله عليه وسلم تەقوای خوا بکەن و ئیسلاح نێوانی خۆتان بکەن و ئیطاعی خوا و پێغەمبەری خوا بکەن ئەگەر ئەنگۆ ئیماندارن. ئیتر لە تەفسیری سعدی دەڵێ ئەلئەنفال هي الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. نفس التناو خلافات كان وكل واني رابردو كمك مالي باسكر لتعريف الأنفال. أنفال ده فرمي أو غنيمانيه كوا خواي قور سبحانه وتعالى بو أمتي ده بخشي لمال كافر كان. وكانت هذه الآيات في هذه السورة أو آتانا لو سورتي ده درباري نزلت في قصة بدر دربارەی غەزوەی بەدر دابەزی کەوا یەکەم غەنیمەی گەورە بوو مسلمانان لە ماڵی مشریکەکان کەوتە بەردەستیان کەوا فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاعێک لە بینی هەندێک لە مسلمانان پەیدا بوو دەربارەی چۆنیەتی تەوزیعکردنی ئەو غەنیمەیە لێ پرسیاریان لە پێغەمبەر کرد صلى الله عليه وسلم دەربارەی ئەوەی چی لێ بکەن وەکو خوای گەورە دەفەرمێ يسألونك عن الأنفال پرسیار لێ دەکەن دەربارەی ئەنفال كيف يقسم وعلى من تقسم بە چ شێوەیەک تەوزیع بکرێ لەسەر چێ تەوزیع بکرێ ئیتر خوای گەورە سبحانه وتعالى بۆ شێوەی وەڵام دات. لە فتح القدير إمام الشوكاني رحمة خوالي دفن وأصل النفل الزيادة أصل كلمة النفل بمعنى زيادة ده وسميت الغنيمة بها لبرت غنيمة في قتلها نفل أنفال لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرما على غيرهم. زور جواني تعريف كذا لبروي غنيمة لبو أمتكاني بيشوتر أو كساني أو إيمان داراني كرجال بيغمبران دابوين عليه الصلاة والسلام كأجر قتال الشام بكذبة باولي مالي كافران الشام كوتوا بردستي حلال نبو لبوان كوا توزيع بكرة للنوانيان بلام لبو أو أمتا خواي قور سبحانه وتعالى غنيمي حلال كرد كوا توشتيشي زيادة لوي كوا لأمتا كان كبيان نبخش لابو خواي قورة بأمة إسلامي بخشي لوي بيغوتري الأنفال وتزيادة أو لأنها زيادة على ما يحصل للمجاهد من أجر الجهاد يعني وتلوية بيغوتري أنفال زيادة لبر أوي كسي مجاهد كالبيناي خواي قول الجهاد ذاك أجر پاداش تشي زور بدست ديني لا رب العالمين أو غنيمش تشي زيادة لسر أو أجر پاداش كبيدة بخشري أو زو كدري والنافلة التطوع لكونها زائدة على الواجب نافلة أو زا لمثلا نواجيش بهماشي وكباس ما كل لواني بيشوتر كوا نواجي واجب وفرض من هي نافلش من هي كوا زيادة لسر أو واجبي والنافلة ولد الولد وهو على العين لغة وش نافلة
بەنەوە دەگۆترێواتە کوڕی کوڕیان منداڵی کوڕ پێگوترێ نافلە لأنه زيادة على الولد. تاوكو دلي وكان سبب نزول الآية اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر. كواتا سبب نزول واتش أو بكى أصحاب خوان لرازيبي لروج بدر خلاف كوتا بينان لنوا لسر أوي كوا كو توزيع كان فنزع الله ما غنموه من أيديهم وجعله لله والرسول. كواتا خواي قورج لبردستي أواني درهنا ناكري أنجو حكم تداب كان قصة تداب كان بالكل لي جرين لبو خوا سبحانه وتعالى لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو فرمي قل الأنفال لله والرسول أي حكمها مختص بهما. حكمي بابلين حكم كردن دربار تشونيتي توزيع أنفال أو تايبته بخوا سبحانه وتعالى وبيغمبر صلى الله عليه وسلم يقسمها بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الله سبحانه. كواتا ليقرن لبو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لأنه توزيع ذكاة بفرماني خوا سبحانه وتعالى وليس لكم حكم في ذلك لبونغونية حكم كردن لو بابت. برأيت قل الأنفال لله والرسول وكو لتفسير قاسمي دلي مهايمي دلي أي ليست هي في مقابلة الجهاد. براستي أو غنيمة لمقابل أوانية كواجهات تنكذو إنما مقابله الأجر الأخروي وهذه زيادة عليه. كواتا أنفال يأخذ غنيمة لمقابل أوانية كواجهات كذي كابراي مجاهد بلكو كسي مجاهد لبرانبردا أجر باداش تي لآخرت وهذه زائدة عليه. وغنيمة يشتشي زيادة خواهي قول بيتان دبخشي خرجت عن ملك المشركين فصارت ملكا خالصا لله ولرسوله. كواتا أو غنيمة ملكي مشركة كان خواهي قول اللواني ورقرتي توا فرمانكي جيرايتو لولاي خواي سبحانه وتعالى لولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبري صلى الله عليه وسلم بفرماني خواي قوله حكم دكا لتونتي توزيع كردني. وأما ما أطلق له صلى الله عليه وسلم حكم فيها قسمها بينهم بس بالسوية ووهب من استوهبه. يتربيهم صلى الله عليه وسلم بيكساين لنواني عن توزيع كرد وهندش كرده هيبو بخشش دا كسانيك. ذهب بعضهم إلى أن أنفال بدر قسمت من غير تخميس. هندك لزانيان دلين أو هلا قاسمي دلين غنيمكاني بدر توزيع كرابة بي أوي بكريتا بينز باش وكل آتكاين دواتر ديتن هلا صورة الأنفال كخواي قورا ديكاتا بينز باش تفرمون غنيمي بدر توزيع كرا كبيان صوصم توزيع كر ببوي بكاتا بينز باش ثم نزلت بعد ذلك آت الخمسي فنسخت الأولى. دواتره أو تدابزي كوا خواي قورا لتسونيتي توزيع أنفال دفرمي بيكنا بينز باش دفرمي كواتا كآتا كي دواتر دابزي أو آتا يكمي نسخ كردوا أو هندق لنفسي ماذا بلا ابن كثير دل فيه نظر أخيرا ورأيه تبيني لسرة فالصواب أنها مجملة محكمة نخير أو آتا منسوخ نية مجملة محكمة كواتا آتك مجملة تفاصيلكي لآتي أو كوات سونيتي توزيع كرنكي دواتر لآتكي كتفصيلي بيدا كواتا آتك مجملة تفصيلكي دواتر لآتكي تر هاتي كوابت شويك توزيع ذكر كذا بينز باش ومحكمي منسوخ نية محكمة نسخ نبويتو بين مصاريفها في آية الخمسي. ابن كثير وهذا لك آتك محكمة منسوخ نية مجملة بابرين تفاصيلكي بوشيوي لو آتي دابزي كواخواي قولا باز لتوانيت توزيع كذا وديكاتا بينز باش. يسألونك عن الأنفال قل واتا وكل تفسير سعد ضلي أي قل لهم كبرسيال اللي كان درباري أنفال أتشبههم لي يا رسول الله الأنفال لله ورسوله. أمري أنفال بجيرنو لولا إخوة سبحانه وتعالى لولا بيغمبرك صلى الله عليه وسلم يضعانها حيث شاء بوشوي دايدن أو كسي كخوا سبحانه وتعالى وبيغمبرك صلى الله عليه وسلم رأيان لسلا فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله.
أصل وإيمان دار نابي اعتراضية بلس الحكم إخوة سبحانه وتعالى وحكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما لو بيستر سرتان أجر خوا سبحانه وتعالى حكم يشكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم حكم يشكر راضي بن بحكم إخوة پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم وتسليم بن لويا دفن فاتقوا الله لدواتره واتا فرمان كان زي كان خوتان لقد كراو كان بارزا بلا فاتقوا الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وكذا تفسير قاسم دله أي في الاختلاف والتخاصم خوتان ببارزن لخوا بترسين لو كوا اختلاف ومخاصمه منازعة لنواتان بيدا نبي وكونوا متحدين متآخين في الله دي يقدزبن برأي يكتريبن لبيناوي الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم وكذا تفسير أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر يتساكن لواني خوتان لو يكوا قرجيو دابرانو بويكوا بشليك تركردن نبي لنيوانتان بالتوادد والتحاب والتواصل لجياتي أو بالكو بيوستا يقريز بن يكتريتان خوش بيه وهروها وصال لنيوانتان هبيو بردوان بن لعلاقات فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع كاتب خوش ويستيو بلك تيجيشتنو بتواصلوا بردوان بين علاقات بينتان أنجو دبنا يقريزو يقصى وهروها أولا نيوانتان رويدا لمنازعة ولا مشاكل ولا عززمون نامينه ويدخل في إصلاح ذات البين وأصلحوا ذات بينكم كاتك وأخوي قرد فرمي إصلاح نيوان خوتان بكن تحسين الخلق لهم وكل سبب نزولك بس معك وعباد من الصامد في وساءت فيه أخلاقنا وتخروش ما لقى يكتري خرابو وأصلحوا ذات بينكم خروش تان لقى يكتري ساق بكن والعفو عن المسيئين منهم وكسك لنا نقول أجر خرابش برام بركردي بيست عفوي بكي فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر أجر يكتري تعفو كرد سابوش تان ليكتري كرد ورقو تشينش لنيوانتان نامين وبشتي كردن ليكتري نامين ولا دواج دفن وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إطاعي الله تعالى إطاعي بيغمبر كيب كان صلى الله عليه وسلم أجر أنجو إيمان دارا وكل سعيد الله فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله نبرو إيمان بان قدك فرمان بيدك لبو جرى الإخوة بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن هر كسش إطاعي إخوة بيغمبر كينكاتا وإيمان دار نية ومن نقص الطاعة لله ورسوله فذلك لنقص إيمانه هر كسش أو كوا بيجزارتي إطاعي إخوة بيغمبر إخوانك وإيمان دارنا هر كسش طاعة دكا ولم طاعتك نقصانة لبرو إيماني نقصانة كواتا إن كنتم مؤمن ككديت شرط إيمان إطاعة كردن كواتا ما دام شرط إيمانا كواتا لقدر إيمانك إطاعي إخوة بيغمبر إخوانك أجر هيز إطاعي إخوة بيغمبر إخوانك كواتا إيمان دارنيا أجر ديكا بلام نقصاني هي كواتا بلغير سروي إيمانك نقصاني تدايا كواتا إن كنتم مؤمنين وكل تفسيري قاسم در متعلق بالأوامر الثلاثة فيوستا بفرمان هرسي فرمانك بيشتر فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله كواتا أجر إيمان دارن تقوى بكن إصلاح نيوان تامكن وأروى إطاعة خاو بيغمبر خوابكن وكز مخشريج دلي جعل التقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله من لوازم الإيمان وموجباته كواتا تقوى وهروها تاكردني نيواني يكتري وطاعة جورا لفرمان كان خواب بيغمبر خواب يكا لبيداويست يكاني إيمان ليعلمهم أن كمال الإيمان موقوف على التوفر عليهما تاكو بتيما بغيني كوا إيماني كامل لسر أوي وستايات سندا أو شتاني تيدا كوا باسكرا فمعنى قول إن كنتم مؤمنين أي كاملي الإيمان أجر أنقو إيمان تان كامل بي فيستبت تواوتي تقوى خوابكن
إصلاح نيوان يكتري بكن وهروها إطاعي خوا بيغمبري خوا بكن. فاشان ثم بين تعالى من أريد بالمؤمنين بذكر أوصافهم الجليلة المستتبعة لما ذكر من الخصال الثلاث. فاشان لآتي دواتر إخوائي قول سبحانه وتعالى بس لإيمان داران دكا لو آتي فرموي أقرأنقو إيمان داران دبي أشتانتان تيدابي فاشان أوجا دفرمي وصف إيمان داري كامل أو إكوال دواتر إخوائي قول باس لك وكل سعديج داره. ولما كان الإيمان قسمين كاتك إيمان دو بشا إيمانا يعني دو شيوازة دو نوع إيمانا كاملا يترتب عليه مدح والثناء والفوز التام كات إيمانك كامل هي كوا مدح الثناء ذكره وفوزي شي تواو قوري وسركتني قوري بدوا داده لا رحمة خواهي يقول باش تبان برين. وإيمانا دون ذلك والله إيمان الشيء إيماني كامل كم ترلوي لو حالتي ليردا أو زلاءات كاين دواتر إخوة يقول سبحانه وتعالى بازلة ذكر الإيمان الكامل يقول بازلة إيماني كامل لك إيماني كامل أو كسانا أو صفاتان أنت ذاك والآتكاني دواتر باسي دكاك ببشتواني إخوة يقول لو أنا داهاتو دين خزمتي باسي دكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.